باش نكونوا صراحه وموضوعيين، نقدروا نتمناو نكونوا متفائلين، يكون تفاؤل، لكن صراحه كي تكون هيئه كما الكاف هي اللي تسير كره القدم الافريقيه ومكتبها التنفيذي والعصابه اللي راهي فيها واللوبي اللي راهو فيه، حتى دوكا ولا فيها نقدر نقول لك اللوبي مخزني صهيوني راه في هذا لاكاف هذه، هو اللي راهو يسير كلش. كان عندنا بصيص امل في طاس. انا نقدر نقول لك حتى طاس انا صراحه مانيش ندير فيه ثقه كبيره، بالرغم من انها هيئه بين قوسين هيئه نزيهه، لكن طاس كان قادر يتقبل طالب تاع اتحاد العاصمه على الاقل الى غايه دراسه هذا الملف الشائك هذا يومين او ثلاثه. ما راح ياثروا، لكن ترفض الطالب، انت لازم تزيد تطين بالله الفريق هذا محكور ومظلوم وكلاو له حقه، وحتى زيد الطاس ترفض له الطالب. في اتحاد العاصمه صمت رهيب، وعندهم بلاطوات يتكلموا ويجوزوا في حصص، ما يتكلموش على هذه القضيه بتاتا. السؤال اليوم يبقى مطروح، لماذا يتكلموا لما يكون مشكل اداري في اتحاد العاصمه يكونوا من الاوائل يتكلموا، ولكن في الجهه المقابله في القضيه هذه ولا واحد شفناه يتكلم الا رفيق واحد اللي ماشي قدامي نقولها له شهاده اليوم، لانه اليوميا نتواصل معه في الواتساب، نبعث له يبعث لي امور. الوحيد اليوم اللي تبع القضيه تبعها بيان كوم يلفو سي رفيق واحد، اليوم نتكلموها وليس تزكيه في رفيق، لانه الجميع يعلم رفيق واحد، الشخص الواحد اللي يتبع في القضيه هو رفيق واحد اليوم. لكن الصحفيين نشوفوهم يجوزوا في البرامج وفي البلاطوات ولا واحد تكلم على القضيه هذه. ثانيا كما تحدث انه هذه الناس استفهمت انها رفضت، لم ترفض هذه القضيه، رفضوها التجميد النهائي ومن حقها. لكن اليوم نطرح التساؤل ونسال ايضا رفيق اليوم اللي هو متبع القضيه، لو يرفض ومثلا يتوج الزمالك اليوم بنهائي كاس كونفدراليه سيكون طرف ثالث في القضيه. الزمالك لو يتوج بكاس كونفدراليه افريقيه اليوم وبعدها المحكمة الطاس الدولية تقول إعادة المباراة، سيدخل اليوم الزمالك كطرف ثالث والقضية ستأخذ أبعاد أخرى بعدها. هذا هو التساؤل الذي أطرحه اليوم. سؤال وجيه. هذا قلت لك أنا اليوم سما فريمون شوكي أنه رئيس المحكمة ترفض التجميد النهائي. أنا قلت رفض رئيس المحكمة اللي طالب الفاف لأنه القضية كانت عندها بالخريطة المزيفة أنها تحبس لي الميدي فينال، ممكن تقدر أنه ما عندوش علاقة مباشرة بالمباراة ولا أنه عنده علاقة، وتقول بلي عندها تخاف التداعيات تاع لي سبونسور تاع لاكاف واصحاب يعني الرعاة وهذا من الحصل للمباريات. ولكن في قضيه الاتحاد الجزائري القضيه واضحه، قضيه رياضيه. انا كنت نتوقع انه تجمدها. وسمحوا لي نقول يعني انا تكلمت معك قبل في التليفون، قلت انا ما نحبش نرد على الناس، ما نحبش نرد، ما عندهم حتى علاقه اورشون، الناس تتكلم باش تتكلم، ما عندهاش حتى حاجه. والناس سلبيين، الناس اللي ساكتين ومن بعد يجوا خلاص يكريتيكيو دار وعود كاذبه، اي خسرت لا فيدراسيون، وكانهم يتربصوا سي دي زيترونجي سي دي ماروكان، غير شغل سو ديزون تغلط يتير عليك. هذه الحقيقه. واحد فيهم ما يقدر يجتهد ويدير ماده قانونيه ويدافع بالحجه، قاعدين ساكتين انيورون ولا بريميديتي، ومن بعد الحاجه الاولى يخرجوا يغلطوا الراي العام ويفوا. انا نرتكز، انا ماشي لافير تاع ملف ثقيل تاع قاسامه، ماشي دير ملف ثقيل، ما بلاش الوهم لي زالجيريان. ملف تاع قاسامه اللي كانوا يتكلموا عليه ملف ثقيل ما يستند على حتى حاجه. الجيري راحت لا كوميسيون دو ديسيبلين على ليبوك وخطا، لانه باش تروح لا كوميسيون دو ديسيبلين تهضر على رشوه لازم يكون عندك دليل مادي، انت ما عندكش دليل مادي. فاقوا من بعد بلي يخسروا في لا كوميسيون دو ديسيبلين باسكو ما عندهمش ادله تودين قاسامه، قالوا له نروح لا كوميسيون داربيتراج. هي لا كوميسيون ديسيبلين محكمه تودين تحكم عليك. لا كوميسيون داربيتراج هي هيئه عاديه، وكان عادي ماشي كوميسيون، ماشي هيئه قانونيه، ولكن تقدر تعطي لك كان كوز اذا تثبت انه الحاكم دار اون فوت تكنيك. هذه بوك قاسامه ما دارش فوت تكنيك، لا فوت دابريسياسيون ما يتعاودش، ما تعلموش شنو نقولوه للناس. منا ما قدروش نحاول الملف على بها بعد لا كوميسيون ديسيبلين ما ردونا ولا باسكو نحينا الملف. رحنا لا كوميسيون داربيتراج ما صابوش فوت تكنيك، صاب الملف كان فارغ وحنا كذبنا على الناس. انا نرتكز لك بالماده القانونيه، ماشي انا بلي جورناليست نجي نقول زوج كلمات ومن بعد نستنى باسكو الانتيري تاعي انه تخسر لي ولا لا فيدراسيون ما تدخل في حيط تسمح لي بول اكسبريسيون ولا بول نخدم اطراف اخرى. انا عندي الجيري فوق كلش، الانتيري تاع الجيري، انا مولود، انا مشجع مولود الجزائر، بصح اليوم قضيه تاع اليوسما قضيه تاع الجيري ما يهمنيش، ما قضيه محليه، انايا نمشي مع الحق وبالقانون. اليوم انا كي نتكلم لك نتحدى اي واحد انهم يتكلموا لي بوستاو وقطوا الملف وخسرنا، سي ابسور. بحثوا على لي جورناليست. انا نعطيك الماده القانونيه لا ريغل 37 من الطاس، علاش بنيت عليها انا القرار وقلت قرار رئيس المحكمه مقطع بانه خاطئ، التقدير تاعها خاطئ لازم تحبس النهائي. لماذا؟ كي تروح للاستعجالي، انا القانون تاع الطاس هاودي ان شاء الله يمدونا برك بوعلام ار 37 يقول لك كي دير اون روكات في الطاس، القانون تاع الطاس والدوموند الاستعجالي وتقول تحبس كيما هنا النهائي، مبني على ماذا باش تعطي لك الحق؟ مبني على ثلاث اشياء. يقول لك اسمحوا لي pour décider de l'octroi des mesures provisionnelles, la présidente de la Chambre ou la formation, où je trouve le risque de dommages irréparables. تشوف
لي دوماج ايريبارابل اللي انت تتعرض ليه وكما ما داش قرار التجميد. اثنين تشوف الملف ديالك، الملف تاعك اللي حطيته انت اسكو عندك لي شونس تربح فيه. وحنا حطينا ملف قلت لك بالاثباتات تاع شنو دا اللي يقول لهم اوكي اكيوزي ريسبسيون لي مايو عطوهم الكورديناتور جينيرال سي بون سي لا كاف قبلت الان ممثليها. ثلاثه تشوف لك لامبورطونس تاع لي زانتيري تاع لا بارتي ريكيرونت لي بارابور لوتر بارتي، يعني لامبورطونس تاع الانتيري انت حامل اللقب وتتعرض دي سانكسيون دو زاني ما تلعبش، دو زيديسيون ما تلعبش، تخسر اموال. هذه الثلاثه متوفره في اتحاد الجزائر. بناء على هذه الماده هذه ماشي هذيك ماشي هذيك لا ديسيزيون تاعهم. الماده هاي هنايا فوالا هذه بناء على هذه نعطيك الماده. انا نتحداك لا ديسيزيون اذا جات اوتومو ما حبش تجمد النهائي، انا قلت ما هيش منطقيه لا ديسيزيون، ولكن تبقى لا تبقى عدم رفض التجميد ماشي رفض القضيه. طرحت لي السؤال، الجواب حيكون ببساطه، نجاوبك ببساطه. لو تاسك اذا عطانا الحق في اليسما ولا في لافاف، نقولوا في القضيه تاع اليسما ممكن يجيب لي القضيتين، ممكن لا يجيب لي بس هي قضيه واحده. واش راح يرد لك الطاس كاري؟ يقول لك باش يقول لك ما يزيدش عليها، يقول لك اليسما عندها الحق تروح لا فينال وماذا بكم لاكاف تعاودوا الماتش. ما ماحش يدير هذا الشيء، هو راح يدرس على حسب الطالب تاعك. سيقول بناء على الشكوى الذي تقدمت به اداره اتحاد الجزائر وبناء على الوثائق والادله وكذا مقارنه بما تقدم به نادي نهضه بركان والاتحاد المغربي والكاف، فاننا نقرر بانه مباراه الذهاب كان الاتحاد الجزائري هو اللي يفوز بها، وبالتالي بناء على الماده 16 من الشابيت 11 من الريغلمون تاع لاكاف ديالكم وما كاش عندكم ظرف القاهر، وبالتالي كان يسمى هما اللي يربحوا الماتش. وبيسك اللي يدير يعني فورفي ما يتليمينا ديريكتومون، يعني نعلن انه بركان كانوا يتليمينا وديسمو هما اللي يروحوا نقطه الى السطر. انت تقول لي واش يروح مباشره المباراه بعد انت عندك ربحتهم في الطاس بلي انت كان لازم تروح للنهائي تلعب. يدخل ربحوا الزمالك النهائي، ربحوا الزمالك صعبه شويه، ربحوا بركان فيها عليها. تقدر انت دير الزمالك صعيبه شويه. الزمالك انا طرحت سؤال انه يدخل طرف لو بركان واش دير؟ انت تعاود دير قرارات الطاس غير قابله للطعن، قرارات نهائيه ملزمه وغير قابله للطعن، مكتوبه ما في ليستاتو ديال لاكاف. دير انت تحكم هذيك لا ديسيزيون وتديها لاكاف ودير قول لهم بناء على هذا انا ندوموندي عاودوا الماتش، عاودوا لي اي حاجه، لا دوموند تاع لافاف ولا تاع اليسما بو امبورت، ممكن تقول له عاود لي الماتش. هنا تتخلط يجوز الزمالك يقول لك احنا خاطينا تصعب شويه، تصعب سي بور سات ريزون قلت لك لو تاس كان لازم يجمد المباراه، لانه لو دوماج حيكون هنا. لانه البعض رفيق فهم انه كي ما جمدوش اليوم المباراه فهموا انه اتحاد العاصمه خسر القضيه. كما قلت انت انه لو قانونيا ومنطقيا تجمد رئيس المحكمه تجمد، لكن هي ما جمدتش. البعض يفهم انه يقول انه اتحاد العاصمه انا ما نقدرش نعطيك اجابه، انا نقول لك كان لازم تجمد. اليوم نعطيك تاويل، ممكن كاين لوبيينغ، ممكن الناس اثروا عليها، ممكن ينخسروا القضيه وبطريقه غير قانونيه، ممكن انه رئيس المحكمه خشيه ان تتكرر قضايا اخرى يطالب بها اطراف بتجميد مسابقه قد تكون مسابقه الالعاب الاولمبيه ويصبح ان كادو جوريسبريدونس. ممكن جدا تقول لك انا ما نحبش، ممكن اقول ممكن ونقول ما نحبش انا ندرسها في الفوق، اذا عندك الحق نعطيها لك وتضرب على الكونفدراسيون ديالك. ممكن جدا هذا واش انا ما نقدرش ندخل في راسها ولا نقول لك واش صرا اشياء ما نعرفهاش. انا نقدر نقول لك باللي رئيس المحكمه بناء على الماده 37 من قانون الطاس والتي يعني تقول صراحه وجوب توفر 3 نقاط اساسيه لقبول تجميد مسابقه وهي متوفره في الاتحاد الجزائري، كان عليها تجميد النهائي. ما جمدتش النهائي تعطيك مؤشرات على انه ممكن الحكم حيكون اوتونوم، ولكن الحكم ما يجي لرئيس المحكمه ولا لي جوج وكي يجوا لي جوج لو فون ما يشوفش هذه الاعتبارات النهائيه، يعطي لك يقول لك هاك انت عندك الحق وروح. هنا تولي قضيه اخرى تصعب القضيه، سورتو لا نحو الزمالك تصعب كثير القضيه في طرف ثالث، ولكن على الاقل نقول لك على الاقل الناس ما تشوش عند يعني 2 3 متر، على الاقل تفوز من حيث المبدا. احنا البلاد نمشوا مواقف ومبادئ، انا نربح من حيث المبدا، نحط لاكاف دون لومبارا، لاكاف تحسب معاك. رارمون الناس راحوا شكاو بلاكاف شكاو للطاس، حنا عندنا شكويين للطاس، ممكن شكوى ثالثه تاع لو ماتش روتور، تربح من حيث المبدا تيفيتي لا سسبونسيون، تعوضك ماليا، تقول لها عاودي الماتش دبري راسك، نسيبوا حل، ولكن الاساس تربح. عدم التجميد النهائي لا يعني رفض القضيه. واضح. الشيخ سي احمد بن قاعود، في قطع واحد الكلمه نبداو بها بعد المناقشه، تكلم على لوبيينغ، وكلنا نعرف انه الفاف في وقت سابق خسرت الكثير من اصدقائها وحلفائها، والاتصاليه والاتحاديه الجديده تحاول بعث لوبي جزائري يحافظ على المصالح الرياضيه الجزائريه، وانت تدرك رئيس نادي مثل هذه القوه الدبلوماسيه الرياضيه في المحافل الدوليه وفي الاتحادات الدوليه. شكرا. انا باش نكمل برك النقطه تاع سي رفيق. القرار هو التجميد او عدم التجميد. قرار المحكمه هو تجميد، لم تجمد
النهائي يلعب نهائي، ولكن القضيه مازالها على مستوى المحكمه. ما نقولوش باللي باش نوضحوا للراي العام باللي القضيه مازال فيها نقاشات وفيها طعون وفيها عارضات وكذا في كواليس المحكمه، يعني القضيه ما زالت امام المحكمه. في التراز وي التراز عاودوا يزيدوا يردوا يوم الاربعاء عاودوا على العارضه تاع الاتحاد الجزائري لاكاف الاتحاد المغربي وبركان. هو بالنسبه للاستعجالي معروف، الاستعجالي المحكمه رئيس المحكمه ما راحش يدرس الملف كامل وشامل باش بالطبع يرفض الاستعجالي والنهائي يجرى، ولكن قضيه العداله مازال مازال الملف في العداله. اما بالنسبه للفيدراليه احنا ما عندناش شك يعني في الفيدراليه، وخاصه برئاسه السيد وليد صادي الحمد لله. يعني نشوفوا يعني السنوات اللي مضت هاي فوالا الارتيكل 37 الماده 37 من القانون اللي يهضر على الاجراءات التحفظيه. نعم. بالنسبه نعاودوا للكرافق باش نشرحوها على عوده. تفضل سي احمد. بالنسبه للفيدراليه احنا ما عندناش شك يعني في القدرات تاع الفيدراليه الحمد لله. يعني عندنا فيدراليه الان قويه برئاسه السيد وليد صادي. احنا رانا موجودين في الميدان على كل حال، وشفنا المكاتب يعني المكتب السابق والمكتب لذلك كانت هناك خلل كان كذا، ولكن الان الحمد لله يعني يكون الامور خاصه من الناحيه التحكيميه من ناحيه التنظيم من ناحيه كل شيء، يعني كل حاجه في المستوى الحمد لله. واضح. رفيق في 30 ثانيه من فضلك اعطيني هذه الصوره باش نختموا الجزء الاول. اعطيني هذه الصوره. هذا هو القانون الطاس هذه الماده 37 من القانون الطاس اللي يهضر لك على الاجراءات التحفظيه اللي عنده علاقه بالتجميد. كيف عندك طالب تجميد منافسه عندك انوريك تحطها وتدخل لهم بصح قبل ما تدرسوا الورقات كاين واحد المسابقه لاني انا محل اليوم النزاع جمدوا هذه باش يكون عندي الوقت اذا ربحت نقدر نلعب لا فينال باسكو تدرسوا في 3 سيمان انتم لا فينال غير غدوه. هذا فيه شروط 3 شروط هام الشروط فيه 3 جاسبان الناس يصوروا ويقراوها. هذا جاسبان الناس يقراو وما تزيدوش تبعوا الناس اللي جورناليست اللي ما يعرفوا والو. اقراوا وحدكم الناس هي الناس قراوا وحدكم ما تتبعوش الناس يعطوكم اشياء خاطئه. ها واش يقول لك هاي مكتوبه عاودها بلا الله يخليك. فوالا هاهم 3 شروط يشوفوا لو ريسك تاع لو دوماج ايريبارابل كونكور لا بارتي ريكيرونت لي شانس de succès de la demande et l'importance des intérêts de la partie récurrente. في 3 هاد 3 اللي لازم تنظر تركز عليها. هاد 3 حنا موجودين انا شرحت لكم بالتفصيل الممل وشحال من مره قلت لك كاين 3 شروط متوفره. دوماج يعني ايريبارابل تلعب النهائي صعيب باش تعاودوا لو دوسي اللي سوليد بوثائق تاع دي ريسبونسابل لاكاف اللي قبلوا القميص والامبورطونس دو لانتيري تاع بيان فيها عقوبات فيها اموال تخسر فيها كل شيء. هاد 3 موجودين وما حبش الجمد النهائي. ممكن عندها نظره اخرى ممكن عندها ضغوطات ولكن قرارها يعني سيادي لا يناقش ولكن ماشي معناتها صحيح. هذا واش حبيت نقول لك من الناس اللي تتكلم اللي بوستيو اشياء خسرنا. انا اللي يقول لك بالك ملفنا نقولوا موش تقين نمشي معك انت تقول خسرنا القضيه والقضيه مازالها انكور مازال ماهيش قيد الدراسه. القضيه باش نفهموا الراي العام القضيه ما خسرتهاش ما خسرتهاش لان القرار تاع الاستعجالي هو يدرس من طرف رئيس المحكمه من طرف رئيس المحكمه في الاستعجالي ولكن القضيه تروح للفون سيتادير كاين دي جوج كاين قضاة هما اللي رايحين يدرسوا الملف وكاين قوانين تدرس القوانين وكل واحد يدي حقه. ناخذ فاصل نستقبلوا ضيف اللي هو منير بن قاسي الصحفي المميز. بعد هذا الفاصل وبرنامجنا متواصل فلا تغيروا المحطة. المميز في عدد اليوم ويحضر معنا منير بن قاسي صحفي المميز والقدير. مرحبا منير. مساء الخير نبيل. اول المعذره على التاخر هذه لظروف طاهرة ومخالطة كبيرة على كل حال. تحياتنا للمشاهدين الكرام ورئيس شبيبة جياز دي اللي نحيوه ونقول له كلمة برك باللي الشعب الجزائري كله راه فرحان اللي جياز دي اونفان راح تطلع المدينه الكبيره هذه تاع كرة القدم اللي تميليتي كل خير. راح نقول له باش نتكلموا معاه كثيرا في هذا الملف. امير دائما مع ملف اتحاد العاصمه وقضيه اتحاد العاصمه، هل من سبيل الان الفوز امام البيض ربما سينقذ موسم اتحاد العاصمه؟ ما زال بصيص من الامل في الحصول على البطاقه الثانيه والمرتبه الثانيه المؤهله لدوري الابطال. هل هنالك امل من قبل انصار اتحاد العاصمه وتفاؤل بهذا الشان؟ نبيل ما بقاش بصيص صغير من بقى بصيص كبير من الامل. اليوم اتحاد العاصمه اليوم لو يفوز عنده 3 مباريات متاخره، لو يفوز رايح حتى المرتبه الثانيه بعيد ب3 نقاط على الثالث على شباب قسنطينه وشباب الوزداد. اليوم نتكلموا الماتش تاع شبيبه القبائل كانوا ضيعوه لاسباب الكثير والكثير. المباراه امس بعض اللاعبين مروا في مجلس تاديبي
هو اسلام الريلي مضى على المجلس التاديبي لانه في التدريبات راح يسال مساعد المدرب اللي هو مدرب مع ما لا يملك مساعد اللي هو برانسي بوخالفه مدرب الحراس اللي اصبح اليوم مساعد مدرب وطلعوا من اليوديسات اللي اصبح مدرب حراس المرمى، يسالوا عن سبب خروجه ما بين الشوطين. عندما سمع بهذا الامر المدرب احالوا على مجلس التاديب مباشره، غادر التدريبات مع صمت رهيب للاداره. شفنا البارح سخط كبير من الانصار على اعضاء اداره مجلس اتحاد العاصمه. 4 اشهر اليوم منذ تعيين هذين الشخصين، والشركه المالكه اعادت ترتيب البيت وتعيين هذين الشخصين. لكن اليوم انا نطرح سؤال: ماذا جلب هذين الشخصين للفريق اليوم مرور 4 اشهر؟ ماذا تغير في اتحاد العاصمه؟ الفريق كان متوج بلقبين كاس الكاف، بعدها مع بدايه الموسم توج بالسوبر الافريقي. اليوم اتحاد العاصمه من السيء الى الاسوء. كان لديه الامل لاحتلال المركز الثاني من اجل اللعب رابطه الابطال الموسم المقبل لو لن تكن هناك عقوبات من طرف الاتحاد الافريقي. لكن نشوف مباراه امس، شفنا اللاعبين، لبعض اللاعبين نتكلم معاهم اللي هم اصدقاء اليوم نحييهم بالمناسبه، هم اللي اكدوا لي هذا الامر انه امور كثيره تحدث داخل بيت اتحاد العاصمه. وشفنا ولا بيان من طرف اداره الفريق اليوم سواء على تحكيم المباراه الى اخرى. الامس ضربه جزاء غير شرعيه لمولودية البيض وين اعلن عنها الحكم، مباراه شبيبه القبائل ضربه جزاء غير شرعيه، لكن صمت رهيب اليوم من طرف اعضاء اتحاد العاصمه، لا ندري لماذا. ايضا الفريق ايضا تاثر، انه اللاعبين اكدوا هذا الشيء، انه تاثروا باللي خرج اليوم. عاود نولي لها باليوم مباراه شباب الوزداد وين تكلموا عليها عبر الاذاعه. اكد لي اليوم السكرتير تاع الاتحاد انه سمعوها في الاذاعه مباشره، لما يسالوا الاتحاد يقول له مازال ما لحق ولا شيء. لكن هذيك اثرت عليهم كثير، انه تفرض عليهم ان يلعبوا مباراه ما بين نهضه بركان الاحد الى الاحد، يلعبوا في منتصف الاسبوع مباراه شباب الوزداد، وبعدها في يوم المباراه خرج لهم البيان انه مباراه نهضه بركان خسر فيها اتحاد العاصمه. انا نظن هذا امر كان اثر كثير على الفريق. وبعدها اسمح لي نقاطعك، هذا الكلام اللي قالوه هذه تاثروا معنويا. القضيه كانت واضحه بلي كنا نخسروها يعني. لا انا معك رفيق، نكمل لك في الامر برك وتكلم. لي سيركونستانس، الظروف اللي ما جرت فيها المباراه، تاثير المغرب على الكاف وفرضه لبعد سياسي في مباراه لكره القدم، والشنوده اللي قبل المايو ومن بعد تلقى اوامر بالهاتف ومن بعد في الجوج تاع الماتش ما حبوش يلعبوا، كانت باينه بلي لاكاف حتى تمشي معنا. نتكلم لك رفيق، انا البارح كان لي حاجه شوك. لا رفيق، انا نتكلم على لسان اللاعبين. البارح بعد مباراه مولوديه البيض تكلمت مع بعض اللاعبين وناكدوا لي هذا الامر. قال انه بعض اللاعبين ما كانش يعلموا، قال لك بعد مباراه شباب الوزداد خرج الله يسهل عليك تحطوا تقول باللي انه اتحاد العاصمه مقصى او خسر المباراه. انا نتكلم لك لسان بعض اللاعبين البارح اليوم تكلموا هذا الامر. قال لك اثر علينا هذا الامر انه في يوم المباراه يخرج انه بيان انه اتحاد العاصمه خسر المباراه على البساطه من نهضه بركان. كان شفنا حتى مباراه شباب الوزداد اتحاد العاصمه خارج اطار المباراه، شباب الوزداد كان يستاهل باش يتاهل الى النهائي. بعدها عندما اقصي اتحاد العاصمه اصبحت نهائي كاس الجمهوريه. اليوم لا احد يعلم متى نهائي كاس الجمهوريه، مع انها كانت يوم 4 مايو. هذا الامر اليوم للكثير من طرح تساؤل. انا كصحفي طرحت هذا التساؤل. نجاوبك برك لا نكمل هذه فقط رفيق بعد جاوبني. هذه طرحت اليوم اتحاد العاصمه. نعود لك انه هاد الاشخاص اللي جاوا اليوم ما قدموا ولا اضافه لاتحاد العاصمه. 4 اشهر منذ توليهم المنصب ولا شيء. للنهايه كيف ستكون؟ نتمنى تكون على خير لفريق اتحاد العاصمه. واضح. رفيق من فضلك على عجاله باش نمدوا نصيب لاحمد بن قعود وايضا لمنى البقاسي. التاريخ تاع نهائي كاس الجزائر ما تحدوش الفيدراسيون، يتجاوز الاتحاديه. نقطه النهائي يهضر فيها رئيس الجمهوريه، مش من صلاحيات اليوم نقول لك ما على بالناش وقتاش ولاش نحاول. انا نقول لك الجواب نهائي كاس الجزائر يجي فيها رئيس الجمهوريه مثل الكاس، صافي انت الموعد ماشي انت اللي تحددوا كاتحاديه. نقطه السطر واضح. منى البقاسي على عجاله حظوظ اتحاد العاصمه سمعت، وانت ادرك انكم صحفي مميز وذو طرح عقلاني وموضوعي، لا زالت لديه حظوظ في رد الاعتبار لنفسه واستعاده حقه المهضوم من قبل الكاف والهيئه الافريقيه. باش نكونوا صراحه وموضوعيين، نقدروا نتمناو نكونوا متفائلين، يكون تفاؤل. لكن صراحه كي تكون هيئه كما الكاف هي اللي تسير كره القدم الافريقيه ومكتبها التنفيذي والعصابه اللي راهي فيها واللوبي اللي راهو فيه، حتى دوكا ولا فيها نقدر نقول لك اللوبي مخزني صهيوني راه في هذا لاكاف هذه هو اللي راهو يسير كلش. كان عندنا بصيص امل في الطاس. انا نقدر نقول لك حتى الطاس انا صراحه ما نش ندير فيه ثقه كبيره، بالرغم من انها هيئه بين قوسين هيئه نزيهه، لكن الطاس كان قادر يتقبل طالب تاع اتحاد العاصمه على الاقل الى غايه دراسه هذا الملف الشائك هذا يومين او 3. ما راح ياثروا، لكن ترفض الطالب. انت لازم تجي تعطين بالله الفريق هذا محقور ومظلوم وكلاو له حقه، وحتى زيد الطاس ترفض له طالب تاجيل
تاجيل النهائي، ما قلناش تاجيل برك، مؤقت للنهائي. هذا الى غايه دراسه هذا الملف هذا. انا صراحه نتكلم على نفسي، مانيش داير ثقه في الطاس، وانا نقدر نقول لك كذلك باللي كاين عقوبه. اتحاد العاصمه راه يقدر يكون معرض لعقوبات قاسيه من طرف الكاف اللي ما تعرف حتى واحد. الكاف هذه راهي تسير ماشي حتى من السياج من المقر من القاهره، راهي تسير من جهه واحده اخرى. نقول لك احنا كنا حابين نكونوا متفائلين، لكن الهيئات هذوما ما عندنا الثقه في حتى هيئه، لا الكاف ولا الطاس. انا نقول لك بكل صراحه. تفضل. القضيه تاع الجزائر كما قضيه الاتحاديه الجزائريه تاع الخريطه المزيفه راح تدرس في الفون، مازال لي جوج يدرسوها. كي نربحوا سي فري لا فينال تتلعب ويكون ان دوماج ولا بريجوديس ايريبارابل اللي يسمع، ولكن تقدر تضغط على كاف تقول لها عاودي المباراه ولا ربحت بركان مثلا او تعوض لي، ولكن تي فا ايفيتي كي تربح على الاقل لي سونكسيون وتحط الحكا في حرج وتدوموندي تعاود الماتش ولا تعوضك، لانه العقوبه اللي كاينه منصوص عليها في الماده 10 الفصل 11 من قانون كاس الكاف هي الاقصاء لطبعتين متتاليتين لكاس الانديه. هذه اللي لازم نيفيتيوها، بيان لازم تربح القضيه. وكي تشوف انت عديد من يعني الوثائق حطيناها اللي عندها علاقه بالخريطه المزيفه لان الحق فيها. نروح لك ليكيبمون، ريغلومون ليكيبمون ديفيسيلمون قلت لك لا فوا باسي باش صبتو عندي يزيد وهيب هو مانيسكري مكتوب ماشي ميم با بي دي اف. ونبهني واحد الاستاذ في القانون اللي هو بافدل نحييه، لارتيكل اللي كلير، لارتيكل 59 اوتر ريستريكسيون 5901 هذا ريغلومون دو ليكيبمون دو لا كاف. يقول لك لا بيبليسيتي دو سبونسور فيرغول de même que tout message de nature politique ou autre, de même que tout message de nature politique ou autre مفتوحة يعني فيها دعاية فيها sont interdits sur l'équipement spécial utilisé sur le terrain de jeu. المادة صريحة يعني la publicité du sponsor de même que tout message de nature politique ou autre sont interdits sur l'équipement spécial utilisé sur le terrain de jeu. إذا بهذه المادة على الأقل الطاس لا توصف اتحاد الجزائر ولا الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، يعني لوبينغ ولا على الطاس. السلام. اذا شكرا لك رفيق وحيد. وملف اتحاد العاصمه دائما في برنامج فوتبول متابعه مستمره لابرز القوانين والمستجدات.